السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير رؤية زراعة الشجرة في المنام. رؤية زراعة الشجر في المنام من الرؤى الجميلة والمبشرة بالخير، فهي تدل على بداية جديدة وخير ورزق قادم بإذن الله. وزراعة الشجرة يا حبايبي لها تفسيرات ومعاني جميلة كتير. أول حاجة، لو أنت قادم على الزواج أو قادم على وظيفة أو مشروع معين وشفت نفسك زرعت شجرة والشجرة دي نبتت وبقى شكلها جميل، فده معناه ايه؟ معناه بداية جديدة، زي بداية زواج أو بداية مشروع جديد أو وظيفة جديدة انت قادم عليها بإذن الله، وهيكون لك فيها خير ورزق كثير جدا، فأبشر. ورؤية الشجرة في المنام برضو بتدل على العمل الصالح والرزق القادم إليك بإذن الله. وإذا رأيت الشجرة أو الزرعة تنبت وخضراء فده بشرى لك بإن الحمل أو الوظيفة أو العمل اللي انت قادم إليه فيه خير كثير جدا، وربنا هيكرمك فيه وهيوسع رزقك فيه، فأقبل عليه ولا تقلق، لأنه هيكون فيه استقرار ونجاح وانت هتكون موفق فيه بإذن الله. أما لو رأيت الشجرة لا تنبت أو زبلت بعد الزراعة فده رؤية تحذيرية بعدم الإقبال على هذا الأمر، لأنها بتحذرك وبتنذرك من في الموضوع ده هو فيه تعطيل أو فيه مشكلة معينة، ويعني إيه رتب أمورك شوية، لأن في مشكلة أو تعطيلات في هذا الموضوع، والله أعلى وأعلم. أما لو كانت الشجرة مثمرة فده بيدل على رزق واسع وذرية صالحة وخير وفير بإذن الله. ومن المبشرات لرؤية الشجرة فهي ممكن يكون بشرى بقدوم مولود جديد في البيت. ورؤية الشجرة جميلة بتدل على العمل الصالح والأمل، فأبشر بإذن الله خير قادم إليك، لأن ربنا هيعوضك خير وتعبك مش هيروح هدر، يعني تعبك مش هيضيع، فابشروا بإذن الله. تنسوش يا حبايبي اللايك والشير ليصلكم كل جديد.